أهلا بيكم. النهاردة هنغوص أكتر في عالم صناعة العطور وتحديداً المواد الخام اللي بتدخل في تركيبها. معانا خلاصة من مصدر متخصص بتقول إن التقسيم التقليدي يعني هو طبيعي وصناعي، أيوة. بس شكلها كده القصة فيها تفاصيل أكتر. هدفنا نفهم أكتر النوعين دول، إزاي الدنيا اتطورت وإيه حكاية المنطقة الرمادية اللي بينهم دي. بالظبط كده، هو التقسيم ده كويس كبداية، يعني عشان نفهم الأساسيات. لكن لما نشوف بقى تاريخ الاستخلاص والكيمياء اللي ورا الموضوع، هنلاقي إن الخطوط دي بتدخل في بعض قوي، وده اللي هنحاول نفهمه النهاردة. تمام، خلينا نبدأ بالأقدم، المواد الطبيعية اللي هي بنجيبها من النباتات أو الحيوانات بعمليات فصل فيزيائية، تقطير، استخلاص، حاجات زي كده. صح. دي بقى الناس بتستخدمها من آلاف السنين. الحضارات القديمة زي مصر واليونان كانوا بينقعوا الورد والزرع في زيوت أو نبيذ. أيوة، كانت دي البدايات خالص. بعدين في العصور الوسطى العرب عملوا نقلة كبيرة بتقطير البخار. دي كانت نقطة تحول فعلا. التقطير ده جاب زيوت عطرية مركزة، في الأول استخدموها أكتر للأغراض الطبية. وبعدين دخلت في العطور. أكيد بقت أساس في صناعة العطور بعد كده. وبعدين في القرن ال18 ظهر تقطير الكحول المركز. ده سمح بحاجة جديدة اسمها الصبغات أو التينكشرز. تمام. التينكتشرز دي بتتعمل بنقع المواد زي مثلا قشر فانيليا أو عنبر في الكحول. دي جابت روايح ما كانتش بتطلع بالطرق التانية، كانت مهمة قوي في القرن ال19. بس دلوقتي بقت نادرة. نادرة ومكلفة جدا، وفي نفس الفترة تقريبا ظهرت تقنية اسمها التشريب أو الانفلوراج. دي اللي بالدهون الحيوانية علشان الزهور الرقيقة قوي. بالظبط. الزهور اللي التقطير ممكن يبوظ ريحتها كانوا بيحطوها على دهن نقي، الدهن يمتص الريحة وبعدين يستخلصوها من الدهن. طريقة معقدة ومكلفة جدا دلوقتي، يعني تقريبا اختفت. طيب بعد كل ده إيه اللي حصل عشان نقدر نستخلص روايح أكتر وبكفاءة أعلى؟ بصي، النقلة الكبيرة جت في أوائل القرن العشرين مع المذيبات، البنزين والهكسان والحاجات دي، لما بقت نقية ومتاحة. ودي عملت إيه؟ دي بقى فتحت الباب لاستخلاص مواد التقطير ما كانش بيعرف يجيبها. العملية دي بتطلع الأول حاجة كده شمعية اسمها الخلاصة الخرسانية أو الكونكريت. كونكريت يعني زي الأسمنت كده؟ لا لا، هي مش جامدة قوي كده، هي شمعية. بعدين الكونكريت ده بيتغسل بالكحول عشان نفصل المواد العطرية عن الشمع. اللي بيطلع ده اسمه الخلاصة المطلقة أو الأبسولوت. دي بتبقى غنية جدا بالريح. فهمتك. ولو المادة الخام نفسها جافة زي الراتنجات مثلا، ممكن نستخلصها بالكحول على طول وتدينا حاجة اسمها ريزينويدز. تمام، وفي حاجة أحدث دلوقتي؟ أيوة، في دلوقتي استخدام ثاني أكسيد الكربون السائل تحت ضغط عالي. ده بيشتغل زي مذيب بس أنظف، وبيطلع نتائج نقية ومميزة جدا، خصوصا للتوابل مثلا. ياه، رحلة طويلة قوي للمواد الطبيعية دي. طيب نيجي بقى للمواد الصناعية اللي هي مركبات كيميائية. بالظبط. دي بقى عالم تاني خالص، آلاف المركبات المتاحة للعطارين دلوقتي. منها حاجات اكتشفوها الأول في الطبيعة وبعدين عرفوا يصنعوها، زي الفانيلين بتاع الفانيليا. صح، زي الفانيلين وأكسيدات الورد كمان. وفي حاجات تانية الكيميائيين اخترعوها من الأول خالص. والمواد دي كتير منها مستخدم بشكل شائع. جدا. في مئات منها بتستخدم بشكل أساسي في كل العطور تقريبا. تاريخيا بقى في محطات مهمة قوي، يعني في أواخر القرن ال19 اكتشفوا البنزلدهايد اللي هو ريحة اللوز المر، والكومارين اللي هو ريحة التونكا الحلوة دي، والفانيلين الصناعي. دي كانت طفرة، وفرت للعطارين روايح أساسية ومستقرة وبتكلفة معقولة. وفتحت مجال لتركيبات جديدة. أكيد. العطور الشرقية مثلا اعتمدت عليها كتير. وبعدين في 1888 ظهر أول مسك صناعي اللي هو النيتروميسك. ونيجي بقى للألدهايدز اللي دايما مرتبطة بشانيل رقم 5. الألدهيدات دي قصة لوحدها، هي مش بس في شانيل 5، هي فتحت بعد جديد خالص في تصميم العطور. جابت إشراقة ونفاذية مختلفة تماما، كأنك فتحتي شباك في أوضة مقفولة. يعني غيرت ملمس العطر نفسه. بالظبط، وسمحت بجرأة وتركيبات معقدة أكتر. وما ننساش كمان الكحول الفينايل إيثيلي، ده ركن أساسي في ريحة الورد الصناعية. وبعدين في العشرينات اكتشافات ليوبولد روزيكا زي الفرنسول والمسكيات الحلقية الكبيرة. دي كانت بدايل للمسك الطبيعي؟ أيوة، بدائل مهمة جدا ونظيفة. ووصولا بقى للستينات واكتشاف مركب زي الهيديون، ده جاب شفافية وانتشار زهري مختلف تماما، ريحة ياسمين ندية كده. تمام قوي، يبقى عندنا طبيعي بطرق استخلاص متطورة جدا، وصناعي عمل ثورة وفتح مجالات جديدة. بس في شغل العطار بقى هل الخط بينهم واضح قوي كده؟ يعني ده طبيعي وده صناعي وخلاص؟ هنا بقى زي ما بنقول الموضوع بيبدأ يبقى شيق فعلا. لا،
الخط مش واضح دايماً. إزاي؟ يعني مثلا عملية زي التقطير نفسها ممكن تغير في كيمياء المادة الطبيعية الأصلية، مش بتطلع زي ما هي بالظبط. ناخد مثال أوضح، الجيرانيول ده مركب ريحته وردية لطيفة، تمام؟ ممكن نجيبه من زيت البالماروزا الطبيعي، وممكن نصنعه كيميائياً من مادة زي الباينين اللي جاية من الصنوبر. لو نقيناه 100% في المعمل هو نفس المركب الكيميائي. طيب يبقى إيه الفرق؟ الفرق في الاستخدام التجاري اللي بنسميه درجة العطور. النسخة الطبيعية والنسخة الصناعية ريحتهم مختلفة شوية. ليه؟ بسبب الشوائب البسيطة جدا جدا اللي بتكون موجودة مع كل مصدر. الشوائب دي بتأثر على الريحة النهائية. يعني حتى لو المركب الأساسي واحد اللي حواليه بيفرق. بالظبط. وحتى لو خدنا الجيرانيول ده سواء طبيعي أو صناعي وعملنا منه مركب تاني زي أسيتات الجيرانيول، برضو الريحة هتختلف حسب أصل الجيرانيول الأولاني. الموضوع معقد فعلا. ده غير بقى إن في منتجات طبيعية كتير دلوقتي بتتعالج كيميائياً عشان يطلعوا منها مشتقات ليها صفات معينة، يعني بنحسنها وبنغير فيها كيميائياً. وكمان للأسف في ممارسة شائعة إن المواد الطبيعية الغالية زي زيت الورد بتتغش أو تخفف بمواد صناعية أرخص. عشان يوحدوا الجودة أو يقللوا التكلفة؟ بالظبط. وتتباع ساعات على إنها طبيعية نقية. عشان كده فكرة طبيعي 100% دي محتاجة وقفة. وهنا بقى يجي دور التحاليل الحديثة زي الكروماتوجرافيا الغازية الGC، دي اللي بتكشف المكونات بالظبط. تماماً. الGC ده زي بصمة كيميائية للمادة، بيفصل كل المكونات ويقولك نسبتها قد إيه. فده بيساعد نعرف درجة النقاء وإذا كان في أي إضافات صناعية ولا لأ. مهم جداً للعطار إنه يكون فاهم الفروق دي بين الدرجات المختلفة للمادة الواحدة. أكيد، عشان يعرف هو بيستخدم إيه بالظبط وتأثيره هيكون إيه على العطر النهائي. بالظبط كده. معرفة المصدر والجودة والشوائب بتفرق جداً في النتيجة. يبقى كده لفينا لفة طويلة، بدأنا بالمواد الطبيعية البسيطة وطرق استخلاصها اللي اتطورت عبر القرون، وبعدين شفنا إزاي المواد الصناعية دخلت وعملت ثورة في الإمكانيات. وصلنا للمنطقة اللي في النص دي اللي فيها تداخل كبير ومش سهل نفصل بينهم دايماً. ونحب نختم بسؤال يمكن يخلي المستمعين يفكروا فيه. في عالم العطور ده اللي الطبيعة والكيمياء داخلين في بعض بالشكل ده، هل اللي يهم فعلا هو أصل الجزيء العطري جاي منين، طبيعي ولا صناعي، ولا الأهم هو التجربة الشمية النهائية، الإحساس والجمال اللي بيوصلنا من العطر نفسه؟ وهل كلمة طبيعي أصلاً ممكن تكون دقيقة 100% بعد كل عمليات المعالجة والاستخلاص والتنقية دي؟ بالظبط. نقطة للتفكير.